زي ما شفت كده في العنوان، الكلام ده مش كده ولا جر رجل. تخيل ان مرض الزهايمر اللي دايما كنا بنسمع عنه انه مرض بيضرب الذاكره بدون رحم، وكمان بيخلي الشخص ينسى كل حاجه بالتدريج، ممكن يكون ليه علاقه بحاجه غريبه جدا الا وهي التهابات اللثه. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، تسوس الاسنان وشكل اللثه مش بس بتسبب الم في الفم، دي ممكن كمان تسيب بصمتها في المخ. طب ايه جاب القلعه جنب البحر؟ القصه بدات لما الباحثين اكتشفوا ان في بكتيريا غريبه اسمها البورفيريموناس جينجيفاكس، وهي دي البكتيريا المسؤوله عن التهاب اللثه المزمن، لها موجوده في ادمغه مرضى الزهايمر بعد وفاتهم. وده اثار تساؤل كبير، هل البكتيريا دي مجرد ضيف عابر ولا كان ليها دور اساسي في المرض؟ وعشان يجاوبوا على التساؤل ده قرر العلماء انهم يجيبوا مجموعه من الفئران ويبداوا يحقنوها بنفس البكتيريا دي، ومع متابعتها كانت النتيجة صادمة، لأن البكتيريا قدرت تخترق الدماغ وبدأت تحفز إنتاج مادة الأميلويد بيتا، وهو ده نفس البروتين اللي دايما بنلاقيه متراكم في أدمغة مرضى الزهايمر، وده بيفتح الباب لاحتمال إن الوقاية تبدأ من الفم نفسه. طب وبعدين هنعمل إيه والأمل فيه؟ وهنا بيجي دور شركة الأدوية الأمريكية كورتكزايب اللي طورت مركب اسمه الكور 388، وبيتم اختباره حاليا كعلاج محتمل للحالات دي، لانه اظهر قدره خارقه على تقليل العدوى البكتيريه، وكمان بيقلل من تراكم ماده الاميلويد بيتا. وده كان في التجارب اللي اتعملت على الحيوانات، بس لسه محتاجين تجارب على البشر عشان نتاكد من فعاليته او لا. في النهايه العلماء متفائلين ولكن بحذر، وده لان بقالنا اكتر من 15 سنه من غير علاج جديد للخرق، وده بيخلي الابحاث في كل الاتجاهات امر ضروري. وبصراحه مش واضح اذا كنا هنوصل لعلاج نهائي للخرق او لا، ولكن الرسالة اللي واضحة جدا واللي ما ينفعش ان انت تهملها، ان مهم جدا تحافظ على صحة اسنانك، لان العناية بيها ممكن يكون المفتاح للحفاظ على صحة عقلك ودماغك. متنساش اللايك والفولو والسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات المعلومات اللي جاية. سلام.